اهلا اهلا، اتمنى تكونوا بخير النهارده. وحشتوني جدا جدا. تعالوا بقى ارجع لكم بوصفه سهله وبسيطه جدا كلكم هتحبوها، وهي مج الكيك او كيكه المج. حاجه كده سهله وبسيطه وطعمها يمي لذيذ جدا جدا. تعالوا بسرعه شوفوا الطريقه. اول حاجه هستخدم مج عادي بتاعي. هضيف اول حاجه معلقتين من الدقيق، ويفضل يكون نوع كويس. وهضيف كمان معلقتين من السكر، وهضيف كمان معلقه كاكاو خام غير محلى. ولزياده بقى النكهه كده والطعم المميز ده هضيف معلقه صغيره من النسكافيه، وده اختياري. وبعد كده هضيف كمان معلقه صغيره من البيكنج باودر، وكمان معلقه فانيليا سايله، ومعلقتين من الزيت، ومعايا كمان نص كوبايه حليب. بس هقلب بقى المقادير دي كده كلها مع بعض. ومعانا بقى ان احنا المفروض نراعي، اذا كان لقينا الخليط تقيل شويه هنزود شويه لبن، لقينا الخليط سايل زياده عن اللزوم ممكن نرجع نضيف دقيق تاني. ده القوام المظبوط اللي انا عايزاه. حبيت بقى كده ادلع نفسي شويه، فلقيت عندي موزه قطعتها بالشكل ده قطع صغيره، وبعد كده ضفتها. الموز مع كيك الشوكولاته طعمه تحفه جدا بجد. طبعا ممكن تضيفوا اي نوع فاكهه يتماشى مع الشوكولاته وتكونوا بتحبوه، هيديكوا نكهة حلوة جدا. هقلب المكونات دي كلها كده مع بعض، وبعد كده هندخلها على الميكروويف دقيقتين بالظبط. ايوه دقيقتين، وهتطلع معايا هشة وطرية جدا، وطعمها وريحتها تحفة جدا بجد، من غير بقى اي بيض ولا زفار. بعد كده حبيت ادلع نفسي اكتر، وكان عندي نوتيلا، فقلت يلا بقى نضيف معلقة كمان نزود الدلع بتاعنا. وضفت كده معلقة بالشكل ده. طبعا لو عندكم صوص شوكولاته او مربى، او ممكن تضيفوا حليب بطعم الشوكولاته بس زي ما تحبوا، او ممكن نزينها بقطع الشوكولاته كده بس انا زي ما قلت لكم حبيت ادلع نفسي شويه. ضفتهم كده فوق الوش بالشكل ده، وكده كانت خلصت معايا. طبعا الناس اللي ما عندهاش مايكرويف مفيش اي مشكله خالص، ممكن نحطها على الرف اللي في الوسط في فرن البوتاجاز العادي على درجه حراره 180، وهتكون برضو جاهزه معايا. هختبرها وهتطلع بقى معايا، بصوا فلافي، وكانت تحفة جدا بجد. اتمنى ان انتوا تجربوها، ولو عجبكم النوع ده من الوصفات ياريت تكتبولي وانا هعملها لكم. واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.